البغض الشديد مهلكة، والحب الشديد مهلكة، وهذان الشيئان قد ابتلي بهم نبي الله يوسف عليه السلام. فالبغض الشديد كان سببا لإلقائه في الجب، والحب الشديد كان سببا لإلقائه في السجن. فعلينا جميعا أن نمتلك زمام قلوبنا، لأننا أمرنا الله عز وجل بالوسطية والعدل سواء أحببنا أو بغضنا، فعليك بالوسطية والاعتدال. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. صدق الله العلي العظيم. فعلينا بالاعتدال والوسطية في جميع أمور حياتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبده الذي اصطفى. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم، نوره فاق المصابيح، صلوا عليه بين الذكر والتسبيح، إنه من سلالة إسماعيل الذبيح ودعوة إبراهيم. وقال الله عز وجل آمرا بالصلاة عليه في آية في كتابه العزيز تتلى إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. قال الله عز وجل آمرا بالصلاة عليه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فصلوات ربي وسلامه عليك يا حبيبي يا رسول الله. ثم أما بعد، سوف نستهل لقاءنا اليوم بمشيئة الله تعالى عند طلب سيدنا موسى من ربه 7 أشياء دفعة واحدة. طلب سيدنا موسى من ربه 7 أشياء دفعة واحدة، ولكن فيهما الدعوة الخامسة أو الشيء الخامس سيبهرك كثيرا، وهي دعوة أخ لأخيه. يا ترى ماذا طلب لأخيه؟ طلب سيدنا موسى 7 أشياء دفعة واحدة، قائلا الأولى: قال ربي اشرح لي صدري. أما الثانية: ويسر لي أمري. والثالثة: واحلل عقدة من لساني. أما الرابعة: يفقه قولي. الخامسة: وما هي الخامسة؟ دعوته لأخيه: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. دعا لأخيه جعله نبي. هذه دعوة أخ لأخيه. فلا تكره أخاك مهما حدث بينكما، فلا تكره أخاك مهما حدث بينكما. أخاك قال الله عز وجل: سنشدد عضدك بأخيك. فكيف تكرهه؟ كيف لا تحب أخاك وقد قال الله عز وجل فيه: سنشدد عضدك بأخيك. أما السادسة قال فيها: أشدد به أزري. السابعة قال فيها: وأشركه في أمري، وأشركه في أمري. فلم يطلب سيدنا موسى هذه الطلبات هكذا، ولكن كان هناك مقصد من هذا الطلب، وقد ذكر لنا المقصود من هذه الطلبات.
طلبها من الله عز وجل السبعة أشياء، وذكر لنا المقصد من طلباته هذه قائلا: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. فلما طلب سيدنا موسى عونا، طلبه عونا على الذكر، طلب العون على ذكر الله عز وجل، ولم يطلب العون على فرعون، لم يطلب أخاه عونا على فرعون، ولكن طلبه عونا على الذكر. فاعلم رعاك الله أن ذكر الله عز وجل يحتاج إلى صحبة صالحة تذكرنا إذا نسينا وألهتنا الأيام والليالي. تذكرك الصحبة الصالحة إذا نسيت وألهتك الأيام والليالي. الصحبة هي التي تذكرنا، فالله أسأل صحبة صالحة تعيننا على طاعته وشكره وحسن عبادته. واعلم رعاك الله أن الله عز وجل إذا أحب عبدا يسر إليه الصحبة الصالحة التي تعينه على فعل الخير. جعلنا الله وإياكم منهم. اللهم يسر لنا صحبة صالحة تعيننا على فعل الخير، ويسر اللهم عملا صالحا إلينا ثم اقبضنا عليه، وهكذا تكون حسن الخاتمة. فدائما عليك أن تعلم أن حسن الخاتمة أسمى مطالب الحياة. إذا رزقك الله عز وجل حسن الخاتمة فقد ربحت ورب الكعبة. وحسن الخاتمة ليس المقصود منه أن تموت وأنت ساجدا، أو تموت وأنت في الحروب، أو تموت وأنت أمام الكعبة، ولكن حسن الخاتمة هو أن ييسر الله عز وجل إليك عملا صالحا ثم يقبضك عليه. فاعلم رعاك الله أن خير البرية جمعاء محمد صلى الله عليه وسلم مات على فراشه، وأفضل الصحابة أبو بكر الصديق مات على فراشه. فهذه حسن الخاتمة. اللهم يسر إلينا عملا صالحا ثم اقبضنا عليه. والله أسأل أن يباعد بيننا وبين القاسية قلوبهم، والحاقدة نفوسهم، والكاذبة ألسنتهم. اللهم ألف بين قلوبنا، فإن كان من توفيق فمن الله عز وجل وحده، وإن كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فواردا لا شك فيه فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون به إلى الجنة ثم يلقى به في نار جهنم. اللهم أجرنا منها. فعلى أمل جديد بلقاء جديد، إن قدر الله البقاء واللقاء، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. حفظكم الله كفى شاء، حفظكم الله كيف شاء وبما شاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.